بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد معلم البشرية وعلى آله وصحبه أجمعين وكل من صلى عليه وسلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سيدي وسيط الجمهورية محترم زميلنا ورفيق جامعتنا، سيدي ممثلي السلطات الأمنية والعسكرية، سيدي ممثل شركة صيدال، السادة ممثلي الإطارات، ممثلي الإطارات الولائية، كل باسمه وجميل واسمه، السادة أعضاء اللجان الأمنية، السيدات والسادة رؤساء الهيئات المدنية والعسكرية، السيدات والسادة مدراء المؤسسات والإدارات المحلية الأفاضل، سيدي مدير المدرسة الوطنية لترميم الممتلكات الثقافية، سيدي ممثلا عن مديرية التكوين مديرية الأمن الوطني، سيدي ممثل مخبر البحث في التكنولوجيا، السيدات والسادة أعضاء الأسرة الجامعية من أساتذة وباحثين موظفين عمال، السادة ممثلو النقابات وشركاء الجامعة، الأساتذة عمال والطلبة، أسرة الإعلام، أولياء الطلبة، زخر الجزائر استثمارها رأس مالها، طلبتنا الأفاضل، الحضور الكريم كل باسمه وجميل واسمه، دون أن أنسى السادة نواب رئيس الجامعة، السادة العمداء، السادة مدراء الأقسام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها السادة الأفاضل، إن السنة الجامعية 2025-2026 ليست ككل السنوات، فهناك سنوات تضاف إلى عمر المؤسسات، وهناك سنوات تضاف إلى تاريخها. والسنة الجامعية 2025-2026 ستظل وبلا شك علامة فارقة في مسيرة جامعتنا، ففيها ارتقت مؤسستنا إلى مصاف الجامعات، وفيها نحتفل اليوم بتخرج آلاف الطلبة ونكرم المتفوقين منهم، ونحتفي بالأساتذة الذين ارتقوا إلى مراتب علمية أعلى. إنها سنة تؤرخ لمرحلة جديدة عنوانها الريادة الأكاديمية والتميز العلمي والانفتاح على العالم. هذه الترقية التي تفرض علينا جميعا مسؤولية أكبر، وتدفعنا إلى مضاعفة الجهود حتى تكون جامعة تيبازا نموذجا للجامعة الجزائرية الحديثة المنتجة للمعرفة، المحفزة للابتكار، والمنفتحة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي والدولي. لذلك جعلنا من الجودة خياراً استراتيجياً، ومن الانفتاح ركيزة للتطوير، ومن الاستثمار في الإنسان أساساً لكل مشروع تنموي، إيماناً منا بأن الجامعة ليست مؤسسة تمنح الشهادات فحسب، وإنما هي فضاء لصناعة الفكر
وتكوين الكفاءات وإنتاج الحلول وخدمة المجتمع. أيها السادة، أيها السيدات والسادة الأفاضل، لقد أثمرت هذه الرؤية جملة من النتائج الملموسة التي نفتخر بها جميعا. فعلى المستوى الوطني عززت الجامعة حضورها بإبرام أكثر من 11 اتفاقية تعاون ثنائي مع جامعات ومؤسسات وطنية، كما أبرمت اتفاقية توأمة مع جامعة وطنية ألا وهي جامعة تسمسيت. وفي خطوة تؤكد إيماننا بأن التعاون بين الجامعات الجزائرية هو السبيل إلى التبادل الخبرات وتكامل الكفاءات والارتقاء منظومة التعليم العالي. وعلى الصعيد الدولي وصلت الجامعة انفتاحها على الفضاء الأكاديمي العالمي بإبرام 7 اتفاقيات تعاون دولية، إلى جانب توقيع اتفاقية توأمة مع جامعة كبيرة مرموقة في الصين ألا وهي جامعة شانسي بجمهورية الصين الشعبية، بما يعزز حضور الجامعة في شبكات البحث والتكوين الدولية ويفتح آفاقا جديدة أمام أساتذتنا وطلبتنا. كما شهد برنامج إيراسموس بلس حركية متميزة من خلال إبرام 5 اتفاقيات جديدة والاستفادة من 14 منحة للتنقل الأكاديمي لفائدة الأساتذة والطلبة، إلى جانب استقبال 6 أساتذة وطلبة من الجامعات شريكة، وهو ما يعكس المكانة المتنامية التي أصبحت تحظى بها جامعتنا في فضاء التعاون الجامعي الدولي. ولعل ما يدعو إلى الاعتزاز كذلك هو إقبال طلبتنا على فرص التكوين والانفتاح الدولي، حيث ترشح أكثر من 1500 طالب وطالبة للاستفادة من المنح التي وفرتها 21 مؤسسة وجامعة دولية، وهو مؤشر يعكس وبلا شك طموح شبابنا وطلبتنا وثقتهم في قدراتهم وثقتهم في التكوين الذي تلقوه. ويؤكد نجاح الجامعة في ترسيخ الثقافة الحركية الأكاديمية والانفتاح على التجارب العالمية. وقد توجت هذه الجهود بنتائج مشرفة، حيث احتلت جامعة تيبازا المرتبة 29 من بين 46 مؤسسة للتعليم العالي في الجزائر ضمن تصنيف QS الجهوي، كما حققت المرتبة 19 وطنيا في الاستفادة من منح برنامج إيراسموس بلس، وهي مؤشرات بلا شك تدفعنا إلى مواصلة العمل، وتؤكد أن جامعة تيبازا تسير بثبات نحو الريادة الأكاديمية والتميز المؤسساتي. أيها الحضور الكريم، إن كانت الجامعات تقاس بما تحقق من إنجازات، فإن أعظم إنجاز هو الإنسان الذي تكونه والكفاءات التي تقدمها للوطن. فالجامعة ليست مبان تشيد ولا هياكل تقام، وإنما عقول تنير وطاقات تسقل وشخصيات تبنى ورسالة حضارية تتجدد مع كل دفعة جديدة من الخريجين. واليوم تعيش جامعتنا
إحدى أجمل لحظاتها، وهي تزف إلى الجزائر 3658 خريجا وخريجة، منهم 2145 خريجا في طور الليسانس و1513 خريجا في طور الماستر، فهنيئا لكم. إنها أرقام تحمل في طياتها آلاف الأحلام، تحمل في طياتها آلاف الأحلام التي تحققت، وآلاف الساعات من الاجتهاد والمثابرة، وآلاف الأسر التي تقاسمت مع أبنائها مشقة الطريق وحلاوة الوصول. ومن بين هؤلاء الخريجين يسرنا اليوم كذلك أن نكرم كوكبة من الطلبة والطلبات المتفوقين الذين جعلوا الجد والاجتهاد منهاجا، ومن التميز العلمي عنوانا ولمسيرتهم الجامعية. إن تكريمكم اليوم ليس مكافأة على نجاح فردي فحسب، بل هو احتفاء بقيمة الاجتهاد، ورسالة إلى كل طالب بأن التميز لا يورث ولا يشترى، وإنما يصنع بالصبر والانضباط وبالإيمان والقدرة على النجاح. أبنائي وبناتي الخريجين، لقد طويتم اليوم صفحة جميلة من حياتكم، وها أنتم تفتحون صفحة جديدة تحمل في طياتها آمالا واسعة وتحديات كبيرة ومسؤوليات جسام. إن الشهادة التي تستلمونها اليوم ليست نهاية المطاف، بل هي بداية لرحلة جديدة تجعلون فيها من العلم وسيلة للإبداع، ومن المعرفة قوة للتغيير، ومن الأخلاق أساساً لكل نجاح. أيا ذخر الأمة وأملها، كونوا خير سفراء لجامعتنا، احملوا اسمها بكل فخر واعتزاز، احملوا اسمها بكل فخر واعتزاز، وكونوا أوفياء لوطنكم، مؤمنين بأن الجزائر بكل فخر واعتزاز، وكونوا أوفياء لوطنكم، مؤمنين بأن الجزائر تنتظر منكم الكثير، وأن مستقبلها تبنونه أنتم بالعلم والإرادة وروح المبادرة. أيها الحضور الكريم، إذا كان نجاح الطالب هو ثمرة الجامعة، فإن الأستاذ الجامعي هو الغارس، الذي أحسن الغرس، والمربي الذي حمل رسالة العلم بكل أمانة، والباحث الذي جعل من المعرفة رسالة، ومن الجامعة بيتاً للإبداع. ومن هذا المنطلق يشرفنا أن نكرمكم اليوم نخبة من أساتذتنا الذين ارتقوا عن استحقاق وجدارة إلى رتبة أستاذ للتعليم العالي، وأستاذ رتبة محاضر ألف. إن هذه الترقية أيها الزملاء
أيها الرسل، إن هذه الترقية أيها الزملاء وأيها الرسل ليست مجرد انتقال في سلم أكاديمي، بل هي تتويج لمسيرة علمية حافلة بالعطاء والبحث والنشر العلمي والتأطير الأكاديمي وخدمة الجامعة والمجتمع، وهي في الوقت ذاته مسؤولية جديدة تتطلب مزيدا من الريادة والإشراف على مشاريع البحث والتطوير وتأطير الباحثين الشباب، والإسهام في تعزيز مكانة جامعتنا ورفع شعارها العلمي على المستويين الوطني والدولي. لذلك لا يسعنا في هذا المقام أصالة عن نفسي ونيابة عن الأسرة الجامعية لجامعة بازا إلا أن أتقدم إلى جميع الأساتذة الذين تمت ترقيتهم بأحر التهاني وأصدق عبارات التقدير، سائلا الله تعالى أن يبارك جهودكم ويوفقكم لمزيد من العطاء والتميز، وأن يجعلكم دائما قدوة لأجيال ومنارة يهتدى بها في مسيرة البحث العلمي لجامعتنا. كما لا يفوتني أن أتوجه بالتحية والتقدير إلى جميع أساتذة الجامعة وكل الموظفين والعمال الذين يعملون بإخلاص وإتقان وتفان ويساهمون كل من موقعه في تحقيق رسالة الجامعة، لأن النجاح الذي نحتفي به اليوم هو ثمرة جهد جماعي وإيمان مشترك برسالة التعليم العالي وخدمة الوطن. أيها الحضور الكريم، إن الجامعة التي تكتفي بالاحتفاء بإنجازاتها تتوقف عند حدود الحاضر، أما الجامعة التي تؤمن برسالتها فإنها تجعل من كل إنجاز منطلق لإنجاز أكبر، ومن كل نجاح حافزا للاستشراف المستقبل. ومن هذا المنطلق فإن جامعة تيبازا وهي تدخل مرحلة جديدة من تاريخها تواصل تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير عروض التكوين وتعزيز البحث العلمي وترسيخ ثقافة الابتكار وتوسيع انفتاحها الوطني والدولي حتى تكون جامعة منتجة للمعرفة ومؤثرة في محيطها ومواكبة للتحولات العلمية والتكنولوجية التي يشهدها العالم. في هذا السياق يسعدني أن أعلن أن الموسم الجامعي 2026-2027 سيشهد تدعيم عروض التكوين الموجودة على مؤسستنا بفتح تخصص في كلية اللغات والآداب، وهو قيد الدراسة لدى وزارة التعليم العالي، ننتظر تأكيده فيما يخص ليسانس اللغة الإنجليزية، وتخصص في طور الماستر الذي كذلك ننتظر الموافقة النهائية عليه في تخصص الرياضيات والذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس حرص الجامعة على تنويع برامجها الأكاديمية والاستجابة لتطلعات الطلبة ومواكبة احتياجات التنمية الوطنية، بما يعزز جاذبية الجامعة ويرتقي بجودة تكوينها التي سنواصل بعون الله فيها دعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار ومرافقة الطلبة وحاملي المشاريع وتعزيز الشراكات مع المحيطين الاقتصادي والاجتماعي وتوسيع آفاق التعاون الدولي حتى تصبح جامعة تيبازا فضاء للإبداع ومختبرا لإنتاج الحلول ورافدا حقيقيا للتنمية المستدامة. أيها الحضور الكريم،
إن ما تحقق خلال هذه السنة الجامعية يؤكد أن النجاح لا يصنع بالصدفة، إنما هو ثمرة رؤية واضحة وعمل مؤسسي منظم وإيمان راسخ بأن الجامعة هي قلب التنمية وعقل المجتمع ومصنع النخب والكفاءات. وبهذه المناسبة أتوجه بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى السلطات العمومية وعلى رأسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي على ما تحظى به جامعاتنا من دعم ومرافقة، كما أتقدم بجزيل الشكر إلى السيد والي ولاية بازا وإلى السلطات المحلية الأمنية والعسكرية وكل شركائنا من مختلف القطاعات على دعمهم المتواصل لمشاريع جامعاتنا ومبادراتها. كما أخص بالشكر الأسرة الجامعية بكل مكوناتها. اسمحوا لي في هذا المقام أن أخص بالشكر الأستاذ يونسي محمد المدير السابق للمدرسة في الجامعة على ما بذله من جهود في سبيل تطوير هذه الجامعة. وأحيي أولياء طلبتنا الذين كانوا السند والعون لأبنائهم طوال مسيرتهم الجامعية، أبنائي وبنات الخريجين، وأنتم تغادرون مقاعد الدراسة تذكروا أن الجامعة لا تودع أبنائها، ترافقهم أينما حلوا، فاحملوا معكم قيمها وكونوا أوفياء لرسالتها، واجعلوا من العلم نورا تهتدوا به، ومن الأخلاق زادا يرفع قدركم، ومن حب الوطن دافعا للعطاء والإبداع، واجعلوا نجاحكم بداية لمسيرة جديدة من التعلم المستمر، فالعلم لا يعرف نهاية والتميز لا يقف عند شهادة، والجامعة الحقيقية تظل حاضرة في فكر خريجيها وفي التزامهم وفي عطائهم المجتمعي. زملائي الأساتذة الأفاضل، إن تكريمكم اليوم اعترافا بما قدمتموه للجامعة من علم وجهد وإخلاص هو أيضا رسالة للأجيال الجديدة بأن الجامعة الجزائرية لا تبنى إلا بعلمائها وباحثيها، وأن الأستاذ سيظل حجر الزاوية في صناعة الإنسان وقيادة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ورافع التنمية الاقتصادية، وهي الرؤية السديدة للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منذ توليه قيادة البلاد. أيها الحضور الكريم، إن جامعة تيبازا وهي تنتقل من الترقية المؤسسية إلى الريادة الأكاديمية تعاهدكم على أن تبقى وفية لرسالتها، متمسكة بقيمها، منفتحة على محيطها، وطامحة إلى أن تكون من الجامعات الجزائرية الرائدة في جودة التكوين والتميز والبحث العلمي وخدمة المجتمع. فلنجعل هذا اليوم موعدا لتجديد العهد مع العلم ومع الوطن ومع الأجيال القادمة، ولنجعل من كل نجاح نحققه خطوة نحو نجاح أكبر، ومن كل خريج مشروع لبناء الجزائر، ومن كل أستاذ نكرمه منارة يهتدى بها في طريق المعرفة. وفي الختام أجدد أحر التهاني لخريجاتنا وخريجينا، وأبارك لطلبتنا المتفوقين والمتألقين هذا الاستحقاق، وأهنئ أساتذتنا المرقين، وأتمنى لهم جميعا دوام النجاح والتوفيق. نسأل الله العلي القدير أن يحفظ الجزائر وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفقنا جميعا لخدمة وطننا العزيز تحت القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وأن يبارك مسيرة جامعتنا ويزيدها إشعاعا وتميزا. عاشت جامعة تيبازا منارة للعلم والابتكار، عاشت الجزائر بعلمها شامخة بأبنائها مزدهرة بمؤسساتها. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.